كانت استكشافية هاي الرحلة، وكنت خايفة جدا خايفة. أنا لما ذهبت آخذ التأشيرة من لأنه أنا ذهبت المشهد، ومن هناك نزلت الجنوب، جنوب إيران، ومن بعدها نزلنا إلى العراق. الدعوة جتني من أصدقاء لي، الرجل شيعي إيراني وزوجته جزائرية سنية. تمام. كنا دائما بنحكي بفرنسا، وقتها كنت عايشة بباريس قبل ما أرجع أستقر في تونس، وكنا جالسين دائما بنحكي عن آل البيت دائما، وأنا كنت دائما أتهم، أقول أنتوا كذا وأنتوا كذا وأنتوا كذا وأنتوا كذا، وهو يقول لي لازم تشوفي بعينك، ما تسمعي فقط الإعلام. فطلعتين اكتشاف. طلعت الاستكشاف، وحقيقة رأيت عكس الذي يقال، إن كان في إيران أو إن كان في العراق. يا زينب يا زينب جيتي عطشانة لقيتي بالماي ما رويتي، يا زينب يا زينب يا اخوي اعذريني بتهشم جبيني والسهم طافي عيني، يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا شمعة علينا أبديك. لازم تشوفي بعينك، ما تسمعي فقط الإعلام. فطلعتين اكتشاف. طلعت الاستكشاف، وحقيقة رأيت عكس الذي يقال، إن كان في إيران أو إن كان في العراق. لعن الله عمر، لعن الله عائشة، لعن الله أبو بكر، لعن الله عثمان، لعن الله حفصة. أحسنتم. لازم تشوفي بعينك، ما تسمعي فقط الإعلام. فطلعتين اكتشاف. طلعت الاستكشاف، وحقيقة رأيت عكس الذي يقال، إن كان في إيران أو إن كان في العراق. واشكره أنك ما تعيش بالعراق، احمد ربك 1000 مرة أنك ما تعيش بالعراق. هذه احنا عندنا طول السنة ترى، هذه مو تحسبون بس بشهر عاشور. احنا عندنا 12 إمام، وال12 إمام عندهم ولادة ووفاة، يعني عندنا 24 مناسبة، إضافة إلى المناسبات اللي عندنا: رقضة الإمام، طفرة الإمام، بكية الإمام، بولة الإمام، نعسة الإمام، الإمام انوحش، الإمام الطفر. عندنا 6000 مناسبة بالعراق، والشوارع مقطعة والأشغال واقفة، المدارس معطلة، المستشفيات منهارة، التعليم زبالة. شوفوا هذا المنهج مالنا. شوفوا يطين ودغم الروح بهالوساخة والقذارة، يحسب هذا دين. هسه الناس معجبة به، الدول الله كلها تقول خلينا نشوف العراق يا أخي، شوف عندهم أكشن، خلينا نروح للعراق. فإحنا بالعراق بسبب أتباع هذا الدين الزبالة من أزبل وأوسخ ديانات العالم تدمر العراق. بلد معطل، يعني تسأل موظف وين يقول لك راح يلطم. الموظف راح للزيارة، راح مشاية يطين مثل الخنزير. تسأل عن المدرسة تقول لك المدرسة والله راحت للزيارة، راحت تطق لها 2 متعة على شوية شاورما على لطمية. تسأل على المدرس، الموظف، الطبيب، كلهم رايحين للزيارة. حياتنا كلها متوقفة. هاي شهرين من بداية محرم إلى الأربعينية، إلى بعد الأربعينية، حياتنا كلها متوقفة. حياة العراق كلها متوقفة على الأربعينية. تستنى الأربعينية تخلص. هاي هي الأربعينية. وين ما نطيحة ومتردية وسافل ابن 60
ما أرد لكم، أنتم كملوا. هذه ساد الشارع ويلطم، هو لا يصلي ولا يصوم ويمارس الشواذ الجنسي اللواط ويشرب الخمر بجميع أنواعه ويشرب الحشيش. وعندنا بالعراق اللي يشربون الحبوب الكبتاجون والكبسل وما يسمونهم عندنا مكبسلشية، اللي يشربون الكبسل. شوف يكبسل ويلطم، يعني ماكو واحد صاحي يعور روحه وما يتوقف، يلطم ويطبر ويكبسل. وهصدق عليه صديقته سوسن، اي عيني سوسن وين لاقيت؟ اي انا عيني بحسينية شو اسمه كاظمية، بلكي تجين هناك ورا الحسينية قابلك، وراح ورا الحسينية يحشرانك. هذا اللي يسأل عن سبب دمار العراق، هذا دمار. لازم تشوفي بعينك، ما تسمعي فقط الإعلام. فطلعتين اكتشاف. طلعت الاستكشاف، وحقيقة رأيت عكس الذي يقال، إن كان في إيران أو إن كان في العراق. احنا ما قدرنا الآن نتمم الحجة عندنا هنا. روحوا إلى بعض المناطق، ما أقدر أتكلم، روحوا إلى بعض المناطق في هذا البلد تجدون بأنه تماثيل بوذا بدأت تنتشر انتشارا رهيبا للعبادة مولا، عبادة الأصنام مولا. روحوا مولانا، ما قلت لكم هذا يسجل ويطلع بكرة يسوون مشكلة. لازم تشوفي بعينك، ما تسمعي فقط الإعلام. فطلعتين اكتشاف. طلعت الاستكشاف، وحقيقة رأيت عكس الذي يقال، إن كان في إيران أو إن كان في